كرنفال الزائرات والزائرين ده حي خان الخليلي بيتداخل مع ملابس مزركشة رصها أصحاب الدكاكين كنوع من العرض والإغراء لجذب السياح، ومئات أو ربما آلاف المسابح بتتدلى من جدارين العرض أو في إيدين صبية صغيرين بيعرضوا أنواع كتير من المسابح، بعضها مصنوع من بذر الزيتون والبلاستيك ودي بتسمى نور الصباح، وبعضها بينتمي لفصيلة الفيروز والمرجان والكهرمان لمصر، ومنها اللي بيتصنع من خشب الصندل. خان الخليلي وصلت شهرته للعالمية وكل سايح لمصر هو زاير لخان الخليلي. خان بيقدم بالنسبة ليهم تحفة فنية يجب إن هو يقتنيها. وزمان وصف شيخ المؤرخين المصريين أحمد بن علي المقريزي المعروف باسم تقي الدين المقريزي في أواخر القرن الثامن الهجري، وقال عليه إنه خان مربع الشكل محيط بفناء يشبه الوكالة، تشتمل الطبقة السفلية منها على دكاكين أطلق عليها اسم حوانيت